السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه تيستي افيك نعيمه او جربوا الوصفه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفطائر اللي كيجيو ساهلين في التحضير وبمقادير اللي هي بسيطه واقتصاديه. يمكن لك تحضريهم للكوتي يعني ولا ضيوف الغفله الا جاو عندك ضيوف الغفله. طبعا هاد الفطائر غادي توجديهم في اقل من 10 دقائق، يعني كيجيو فطائر اللي مفشفشين ومهويين من الداخل، يعني كيستحقوا التجربه. وطبعا هنايا قبل ما نبداو ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا نبداو بسم الله على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. هنايا غادي ناخذ واحد البول، غادي نديرو فيه واحد البيضه اللي كتكون يعني بيضه عاديه، كنزيد عليهم واحد الساشي من سكر فانيلا مع 2 معالق من سكر سنيده او سكر حبيبات. طبعا هنايا غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. صافي هنايا غادي نبدا باضافه كاس من الحليب اولا الماء اللي متوفر عندكم، يعني انا كنقترح عليكم اي طريقه اللي بغيتوها، اولا ياغورت. انا هنايا استعملت الحليب مع 2 معالق كبار ديال زيت المائده. صافي هنايا غادي نخلط المكونات ديالنا مزيان. صافي غادي نبدا باضافه الدقيق. انا هنايا الدقيق استعملت كاس ونص ديال الدقيق، انا استعملت الكاس الاول كاحتياط مع واحد الساشي من خميره الحلويات. غنخلط المكونات مع الدقيق حتى كيتجانس مع بعضياتهم. صافي عاد غادي نبدا باضافه داك النصف الاخر من الدقيق، يعني هاد الوصفه خدات ليا كاس ونص ديال الدقيق. صافي هنايا غادي نخلطوا المكونات مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، يعني تماما بحال الا كنديروا شي كيك. صافي هنايا غادي نزيد عليهم واحد معلقه ديال الخل، يعني غير باش تحيد ليا ديك الزفوريه ديال البيضه وكتعطي واحد النكهه اللي كتكون زوينه بزاف. صافي ها هو القوام كيفاش كيجي، يعني كيجي شاد في راسو. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الكاس اولا واحد القنينه اللي متوفر عندكم، غادي ديروا فيه واحد البلاستيكه اولا الا عندكم داك البوش الحلواني يمكن لكم تستعملوه حتى هو. انا هنايا استعملت غير الساشيه، يعني انا كنشارك معكم وصفات اللي بسيطه ومتوفره في البيوت ديالنا، يعني اي حاجه ما غاديش ديرونجينا باش ما نحضروش اي حاجه لوليداتنا. صافي هنايا خديت ساشيه عاديه خويت فيها داك الخليط كامل، صافي وجمعته وسديت عليه من الاخر. يعني هذه الطريقه غير باش تسهل عليا الخدمه في الطياب. صافي غادي نحطو هكا وغادي نتقبو في الاخر. صافي هنايا غادي ناخذ واحد المقيله غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، يعني غير باش تدهن لينا شويه. طبعا المقله خاصها تكون مقله غير لاصقه من الافضل. صافي غادي نبدا في الخليط بحال هكا اللي كتشوفوه في الفيديو، غادي نديرو فيه كويرات اللي كيكونوا صغار. هاد الطريقه كتجي ساهله بزاف، اما المذاق ما نعاودش لكم كيجي رائع. يعني في البلاصه فاش غديري بريريد ديال اتاي غادي تكوني وجدتي هاد الفطائر دغيا دغيا. صافي هنايا غادي نخليهم تقريبا واحد دقيقه، يعني ما تفوتوش واخا غير دقيقه، يعني غادي يبان لكم طياب، يعني بما كتحسوا بهم طيبين من التحت. صافي غادي تقلبوهم. وهما كيفاش كيجيو، يعني طريقه سهله وواضحه. نتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح.
صافي هنايا عاوتاني غادي نخليهم واحد دقيقه حتى هما صافي وغادي ناخذهم. يعني نطلعوا عليهم من التحت نشوفوهم كيف واش طايبين صافي وغادي نهزهم. صافي هنايا بعد ما هزيتهم كنحطهم مباشره في سكر سنيده. صافي هنايا كنعاود بنفس الطريقه، يعني كنحط عاوتاني شويه ديال الزيت وكندير عاوتاني الكويرات. وحتى هاد الطريقه اللي درت ليها في الكيس يعني كتجي سهله وعمليه. صافي هنايا بعد ما طابوا يعني كندردوهم هكايا في سكر سنيده وكنحطوهم في الطبيصيل ديال التقديم. صافي هنايا غادي نستمروا بحال هاد الطريقه حتى كنساليو كاع الفطائر اللي عندي. يعني هاد الكميه ديال العجين كتخرج لينا فطائر اللي هي لا باس بها. صافي هما الفطائر ديالنا بعد ما وجدوا، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. يعني فطائر اللي كتجي رائعه يستحقوا التجربه. وطبعا هنايا ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير، كتشجيع لينا باش نستمروا في تقديم وصفات اكثر وتشجعوني باش نستمروا في تقديم وصفات اكثر عفوا. وتبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والعائله. وبصحه والراحه وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.